هو الحب كفاية ولا العقل لازم يكون طرف تالت في العلاقة؟ سؤال بسيط بس الإجابة عليه ممكن تنقذ حياة. في بنات كتير بتفكر إن القلب لو دق يبقى هو ده الاختيار الصح، بس ساعات كتير القلب بيغلط، وساعات اللي بنفكره أمان بيطلع قيد. في فرق كبير ما بين حد يكملك وحد يكممك، بين اللي بيشجعك تكوني نفسك واللي يخليكي تنسي نفسك عشانه. أنا إسراء سليمان ومعاكم في حلقة جديدة من ظل حياتي. هنتكلم النهاردة عن الاختيار وإمتى لازم تهرب حتى لو بتحب. هو ليه البنت لما بتختار غلط بتفضل متمسكة؟ عشان خايفة إن الناس تقول فشلت، ولا عشان صدقته إنه هيتغير؟ في بنات بتدخل العلاقة وهي نفسها تصلح شخص، تصلح وجع وتصلح ماضي، بس محدش قال لها إن اللي بيتصلح الكرسي مش البني آدم. كل علاقة فيها إنذار مبكر، بس المشكلة إننا بنسمعه ونطنش. لما يغير زيادة يقولك عشان بحبك، ولما يعزلك عن صحابك ويقولك انت ليا لوحدي، ولما يضحك الناس عليكي ويقولك بهزر، ولما تبطلي تضحكي زي الأول. وقتها اعرفي انك في علاقة بتطفيكي مش بتنوري. في بنات بتعيش سنين في علاقة نصها حب ونصها خوف من زعله، خوف من غضبه، وخوف من الوحدة. كل ما بتسكتي فيه بتتنازلي عن حتة من نفسك، لحد ما في الآخر تبصي في المراية وتسألي نفسك هي دي أنا؟ في مثل بيقول الاختيار الغلط مش دايما موت، بس ممكن يكون موت بالبطيء، موت للكرامة للبهجة والثقة بالنفس. بس الغلط مش الوقوع في الحب، الغلط انك تفضلي في الوجع وتسميه نصيب. وده بيفكرني بقصة مشهورة حصلت، حب وضحك ومشاهد كلها حياة. البنت الرقيقة اللي يشوفها يقول ما تستحقش غير الطمأنينة. وأحمد فهمي الراجل اللي الناس شايفاه خفيف الدم بس برضه عصبي وصعب. من أول ما أعلنوا ارتباطهم والناس بدأت تهمس هو مش شبه وهي هتتعب معاه، هو طيب بس مش سهل. لكن هي كانت شايفة غير كده، كانت مصدقة ان الحب ممكن يغير، وان اللي الناس شايفاه خطر ممكن يكون بس سوء فهم. كانت عايزة تثبت لنفسها ان الاحساس اللي عاشته كان صح، حتى لو كانت كل الدنيا شايفة العكس. اتجوزوا. في الاول كانت كل حاجة جميلة، صور وضحك وحب، لكن مع مرور الوقت العلامات اللي كانت صغيرة كبرت، العصبية زادت، والخلافات بقت اوضح، والراحة اللي كانت بتحلم بيها بقت مجهود. لكن زي أغلب البنات كانت بتقول كل علاقة فيها مشاكل، هو هيتغير، يمكن أنا كمان محتاجة أستحمل شوية. بس الحقيقة اللي محتاج مجهود عشان يفضل قائم مش الحب، واللي يخوفك أكتر ما يطمنك مش أمان. يعني البنت اللي تختار صح يعني مش هي اللي تلاقي حد يحبها بس، لكن اللي تلاقي حد يحب لها الخير حتى لو بعيد عنها، اللي يسمعها مش يوجعها، اللي يشارك مش اللي يسيطر عليها. افهمي دايما ان الاختيار الصح بيكبرك، والاختيار الغلط بيصغرك. صح بيخليكي تتنفسي اكتر، الغلط بيخليكي دايما تحسي انك غلطانه. العلاقه اللي تقولك اهربي مش دايما صوت عالي او ايد ممدوده، ممكن تكون نظره شك او وعد ما بيتنفسش. ممكن يكون انك تكوني مش مرتاحه، ممكن تكوني تبقي مش مرتاحه بس بتقولي لنفسك يمكن بعدين. بس بعدين دي هي اللي بتضيع العمر. العيب انك تكملي عشان الناس ما تقولكيش غلطت، لان الناس مش هتعيش وجعك، ولا هتسهر على صوت قلبك هو بيتهدد كل يوم شويه، ولا هتسهر على صوت قلبك اللي بيتهد كل يوم شويه. طب تعملي ايه وتعرفي ازاي؟ بسيط. قبل ما تختاري اسالي نفسك سؤال واحد، هو وجودي معاه بيخليني انا زي ما انا ولا بيخليني نسخه منه؟ لو الاجابه التانيه امشي حتى لو قلبك بيقولك استنى، زي ما عملت ياسمين صبري. كانت القصة كلها لمعان، هدايا وسفر ويخت وفساتين وصور، كأنها في فيلم. الناس شافت ياسمين صبري وقالت محظوظة، وشافت أبو هشيمة وقالت عارف يختار. لكن ما بين الصور والكواليس دايما في رواية تانية. من أول ما بدأت القصة الناس لاحظت التفاوت، فرق سن، فرق طباع، فرق عالم. الناس قالت شكلها علاقة مصلحة، لكن هي زيها زي أي بنت بتحلم بالحب الكامل. صدقت إن الاهتمام ممكن يبني حب، والأمان المادي ممكن يكون أمان نفس. كانت عايزة تثبت إنها اختارت صح، وإن اللي شايفينه مظاهر هو في الحقيقة جوهر. كانت بتبتسم للكاميرا وورا الابتسامة أسئلة صغيرة بتتراكم، هو ده حب ولا تمثيل الحب؟ التحذيرات كانت حواليها من كل ناحية، بس لما القلب بيصدق حلم العقل بيسكت. وبمرور الوقت بانت الحكاية الحقيقية، كل حاجة فيها شك ما فيهاش عمق. الضوء بدأ يقل، والكلمات اللي كانت بتلمع في العلن بقت باردة في الخفا. وفي لحظة هدوء قررت تمشي من غير دراما ولا دوشة، يمكن لأنها فهمت أخيرا إن الاختيار الغلط مش دايما بيكون بسبب غش، أحيانا بيكون بسبب وهم إن البريء يعني سعادة، وإن الاهتمام اللي في الصورة هو نفس الاهتمام اللي في الحقيقة. صحيت على درس
إن كل بنت كان ممكن تتفاداه لو سمعت قلبها مش وهي منبهرة. إحنا في زمن بقى فيه الارتباط هدف مش رحلة، بس الارتباط الصح مش إنك تلاقي حد، إنك تلاقي نفسك وإنت معاه. من الآخر كده، الاختيار الغلط مش دايما بيكسر مرة واحدة، بيكسر على أجزاء صغيرة. كل مرة بتبرري له وكل مرة بتسكتي، كل مرة بتقولي فيها عادي، بس في يوم هتصحي ومش هتعرفي ترجعي نفسك اللي كانت قبل العلاقة. اختاري اللي يخاف يكسرك، مش اللي يتعلم يعيش على وجعك. اختاري اللي لو اختلفتوا يهدي مش يهدد. اختاري اللي يحب فيك عقلك مش ضعفك. أنا إسراء سليمان، ودي كان حلقة النهاردة من ظل حيطة.